السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم بشرى سارة وأخبار مفرحة لطلبة الخارجي. اليوم طبعا اجتماع هيئة الرأي في وزارة التربية وبحضور لجنة التربية النيابية. وهذا الاجتماع يبحث تقليص سنوات الانتظار للطلبة المتقدمين على الامتحان الخارجي وملف إعادة فتح معهد المعلمين، حيث ناقشت هيئة الرأي معالجة سنوات الانتظار للطلبة المتقدمين على الامتحان الخارجي، كما سيتم نشر مقررات القرار في قادم الأيام. طبعا هاي الأخبار كلش حلوة، خصوصا أنه شريحة كبيرة من الطلبة هم من طلبة سنوات الانتظار. يعني شنو سنوات الانتظار؟ يعني لازم تنتظر 3 سنوات حتى تقدم إلى الامتحان الخارجي. طبعا مثل ما تعرفون أنه أكو هواي ناس عمرهم كبير، وهذا الشيء مو بصالحهم. يعني 3 سنوات كلش هواي. لذلك هسه وزارة التربية جاي تدرس إلغاء هذه السنوات وجعل الامتحان مباشرة. يعني أنت مثلا نجحت من الثالث متوسط، بإمكانك مباشرة تقدم على السادس إعدادي. طبعا هاي الأخبار جدا مفرحة إلى الطلبة، وإن شاء الله أنا راح أنشر لكم الأخبار أو المقررات الجديدة اللي تحدث في قادم الأيام. يعني هاي الأخبار وأخبار جديدة إن شاء الله. مجرد أنه أنتم شاهدوا فيديوهات أو راقبوا القناة ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم والإعجاب في هذا الفيديو لكي تصل الفيديو إلى أكثر عدد ممكن من الطلبة الذين يحتاجون إلى هذه المعلومات. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا جزيلا لكم. شكرا.